عبرت تعبير آخر، قلت داعش نبتة سلفية. نبتة سلفية هي شلون؟ كيف نبتة سلفية؟ هم يستدلون. شوف، يعني بعض الإخوان يقول لك أن صناعة استخباراتية وصناعة. الاستخبارات لا تنشئ شيئا جديدا، هي تستغل الموجود. فهم يعني هم استغلوا من يحمل ذلك الفكر الذي تحمله داعش فكر سلفي، ليست إخوانية وليست قطبية وليست صوفية وليست أشعرية. يستدلون بما في كتبنا نحن وفي مبادئنا نحن، ولأجل هذا ستجد أن أكثر من ينقدها لا ينقد فكرها، هو ينقد فعلها. نحن نريد ننقد الفكرة التي بنت عليها، اللي هي مثلا المرتد. لماذا لا نتكلم فيه ونوضحه ونجعل من يقيم الحد عليه ومن إلى آخره. نحن لا نناقش فقط أن طريقة القتل وهذه وحشية وتسيء إلينا عند العالم، تسيء إلينا. يعني لو قتلناه بطريقة لا تسيء إلينا لا بأس، نعتقد أن هذا. فإذا الفكرة الأصلية والمنبت الأصلي منبت سلفي. نعم قد تأتي الاستخبارات أو دول أخرى مستفيدة وتنمي هذا وتسهل لهم الأمور، تعطيهم، وهي لا شك مدت بأسلحة ومدت بعتاد وترك لها مجال رحب